السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم اليوم واحد الكيكه بالبنان وبالكراميل بواحد الطريقه اللي سهله ومبسطه، ونعطيكم جميع الاسرار باش تجيكم خفيفه وزوينه ولذيذه. على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه نبداو بالكراميل. عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كندير على نار متوسطه حتى كيتشكل ليا كراميل. كنديرو في المول اللي غندخلو الفران، وكندير فيه قطع ديال الموز وكنحطو على جنب نمر الكيك ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، واحد القريصه ديال الملح، وواحد السكر فانيلا. عباره بكاس عنبه غنخليكم مكتوبين لتحت. كنمزجوا المكونات مزيان، من بعد غنضيف عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، ونمزجوا المكونات. واحد الملعقه كبيره ديال الخل، والدقيق من الاحسن يكون مغربل. عندي 3 كؤوس ديال الدقيق الابيض، وجوج خمارات كل وحده فيها 8 غرام، ونصف كاس ديال الماء. ونمزجوا المكونات مزيان. ديروا الخليط ديال الكيك فوق من داك الموز والكراميل. بالنسبه للسر ديال الطهي ديالو باش كيجينا زوين وما كيتحرقش لنا الموز والكراميل، كناخذوا مول كبر منه، كنديروا فيه الماء المغلي. بالنسبه للفرن كنشعل غير لتحت، ما كنحتاجش نشعل الفوق. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك.